السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا يا ولاد، النهارده نعمل بقى، معلش بقى ايه، سامحوني ما نسيت ما اصور من الاول. او تقريبا هي اتمسحت مني في المونتاج فعلا. دي طريقه البطاطس المحشيه يا ولاد. بصوا، انا كل اللي انا عملته ان انا قورت البطاطس. بصوا، كنت حطاها في ميه وشويه ملح وخفاف كده. بعد كده طلعت البطاطس يا ولاد، قليتها في شويه زيت. بصوا زي ما انتم شايفين كده، تديكي لون الدهب الفاتح خالص. تمام. بعد كده انا بطعم قلبها بس كده بشويه فلفل اسمر. وبعد كده ايه، بحشيها بايه؟ ده عصاج اللحمه يا ولاد. اللي انا بعصجته وحطيت شويه من البسله كده، بسله بس. حطيت شويه بسله كده، كنت مفرزاها طلعتها متلجه، حطيتها على العصاج، خدت غلوتين معايا. بعد كده بصوا بحشي بيها زي ما انتم شايفين كده. بصوا ده شكل البطاطس يا ولاد بعد ما اتحشت. مش هحط عليها ولا صلصه ولا اي حاجه. بصي، ولا هتحطي كمان القلب بتاع البطاطس تحتيها ولا الكلام ده كله. وهتدخليها الفرن. انا هنا بنضفها بس كده مكان ايه، ما كنت بحشي العصاك بتيجي فتافيت لحمه عشان ما تتحرقش في الفرن. بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. هنضفها كده بالفرشه السيليكون بتاعتي وهرجع تاني احطها في الصينيه. انا برضو ما رضيتش امسح الحته دي من المونتاج عشان تشوفوها. عشان مكان ايدك وانت بتحشي، لو في فتافيت من عصاج اللحمه، تنضفيه قبل ما تدخليها الفرن عشان ما تتحرقش. بعد كده بتخرج معاكي من الفرن بالشكل والجمال اللي انت شايفاه ده. وطعمها تحفة. يلا جربوها، ربنا يحسن ما بين ايديكم حبايبي، هتعجبكم قوي. سلام عليكم.